من يومين بلعب مع طلابي كده لعبه، يعني بقول لهم زي فوازير وهم يقولوا لي ايه الحاجه اللي انا بسال عليها. فمن ضمن الحاجات بقول لهم حاجه انا ما اقدرش اشوفها وانتوا تقدروا تشوفوها. ردت بنت قالت لي يور اورا. هما كانوا مش عرب، فقلت لها نعم. قالت لي يور اورا وشاورت لي كده. البنت اللي ردت عليا انا كان قصدي ان هم يعني يقولوا ظهري. انا اتفاجئت طبعا من الرد. البنت اللي ردت الاجابه دي كان عمرها 6 سنين في كي جي 2. عشان يجي بقى واحد براس مربع يقعد يقول لك مفيش حاجه اسمها علم الطاقه ومفيش حاجه اسمها هاله ومفيش حاجه اسمها كذا، ويبقى شبه بالظبط موبايل نوكيا اللي فضل متمسك بنفسه بالاصاله وبالعراقه ومشيش مع التطور وما جددش نفسه لحد ما انقرض. ان شاء الله باذن الله اشوفهم منقرضين يا رب، بغض النظر بقى عن الحلال والحرام، مش هندخل في مهاترات. زي كده بالظبط كل حاجه جديده لما بتطلع لما لازم نلزقها في الدين ونقول حلال ونقول حرام ونسيب فايدتها العامه على البشريه. يعني الموبايل والتلفزيون والحديد هيتكلم ويا لهوي ويا خرابي. بالظبط اللي هيحصل مع الناس اللي بيقولوا علم الطاقه مش موجود، مفيش حاجه اسمها اورا، مفيش حاجه اسمها شاكرات، ومفيش حاجه اسمها عالم اثيري. بغض النظر عن الحرمانيه اللي عايزه اقوله النهارده، ان احنا عشان نعرف نواكب الجيل اللي جاي لازم يكون عندنا خبره باللغه اللي بيتكلموها اولادنا.